النهارده انا جايبه لكم خلاصه خبرتي من تعطير البيت، من اول البخور للشمع للمعطرات، كل حاجه جربتها جايبه لكم، وجايبه لكم كمان اقول لكم ايه الفستك وما تجيبوهوش وبضحكش عليكم، وايه اللي فعلا من الاخر. تعالوا بقى اخدكم من الاسوأ للافضل. اول حاجه الشيء ده يا جماعه خدعه كبيره جدا، قعدوا بقى يقولوا طاقه ايجابيه ومش عارفه ملح صخري، ولا بيعمل ريحه ولا بيعمل اي حاجه. يعني لو انت بتحبي شكله انك تجيبيه قطعه ديكور في البيت اوكي، لكن انك تتوقعي منه تعطير في البيت او اي ريحه، انا يمكن تجربتي معاه كانت سيئه جدا، وصدقوني عملت كل المحاولات. تاني اسوأ حاجه او كانت تجاربي معاه مش احسن حاجه هي الشمع. الشمع نوعين، يعني هتلاقوا شكله حلو قوي بس ريحته ضعيفه جدا 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 جدا، يا اما هتلاقوا ان هو شكله حلو جدا زي الحاجات دي. فانا شخصيا بستخسر ان اضيع الشكل الحلو ده في ان هو يعمل ريحه، بس بصراحه بيبقى طالع منه ريحه تجنن. ففي الحاله دي انا حليت الموضوع ده بشكل مؤقت عشان ما اخسرش الشمع اللي عندي، اني بقيت احط زيت عطري على الشمعه من فوق لما احب استخدمها، فبالتالي الى حد ما بقت بتعمل شويه ريحه اقوى من ما انا اشتريتها، لان في للاسف انواع شمع كتير جدا بتكون ملهاش اي ريحه خالص. تعالوا بقى نتكلم على انواع البخور. هقول لكم 3 انواع بخور وكل مميزات وعيوب كل حد فيهم. يمكن البخور ده اللي هو السايب ده هو اشهر البخور عرفناه، وهو على فكره ريحته حلوه جدا، بس انا مشكلتي معاه حاجتين. اول حاجه لازم تعملي له فحمه وتغلفيها بفويل وتحطي شويه على البتاع وبعدين فجاه يتحرق، وبجد ما بيلحقش يقعد. هو ريحته بتبقى تحفه بس حقيقي مش بيلحق يقعد. فده يمكن عايز ناس مزاج شويه، وعايز ناس بقى تكون عندها طولة بال، مش عندي الحقيقه. النوع التاني من البخور لا ما لا مش هينفع كده، روحي اقعدي عند طنط. تاني نوع بخور هو النوع ده، وكلنا عارفينه وشفناه قبل كده وبنستخدمه. يمكن بس عيوبه ان هو بينزل غبار كتير قوي، بس بيقعد فتره طويله. وممكن تاني عيب انا لمسته شويه ان هو الناس امراض الحساسيه للاسف بيعمل حساسيه، وبتبقى ريحته قويه شويه. حتى لو جبت منه انواع خفيفه بيبقى للاسف شويه ريحته قويه جدا. فيمكن ده بستخدمه اقل شويه، او ممكن تولعي واحده وتشغليها وانت مش موجوده في البيت فيغير ريحه البيت، بس ما تكونيش موجوده، لانه للاسف من مسببات الحساسيه وبيكون قوي. والمنظمين دول هم احسن حاجه ليه عشان الغبار بتاعهم يقع عليهم، فبالتالي مش بيبهدلك الدنيا. البخور ده يا جماعه اسمه بخور كون، بدا يظهر شويه عندنا، وانا جبته بصراحه كمان من اسوان، كان خطير. بس هو موجود في القاهره وموجود في اماكن كتير جدا، وبقى مشهور جدا، وبقى في منه روايح كتير بالهبل. بيتباع بالطبق الصغنن ده، وليه كمان اكتر من حاجات ممكن يتحط فيها زي دي كده. فكرته بقى ايه؟ اولا هو بيدي نفس الريحه بتاعت البخور الطويل، مش بيقعد فتره طويله قوي، بس هو ريحته مركزه فبيعمل ريحه حلوه، وفي نفس الوقت فيه بقى روايح خطيره. ولما جربته لقيته ان هو مش بيعمل حساسيه جامده قوي لبنتي لما بحطه، وبيعمل ريحه في البيت تجنن. انا ده بقى من اكتر الحاجات اللي انا بحبها الفتره دي، وبصراحه جبت كل الروايح ومعتمداه جدا في البيت عندي. اكتر حاجه بقى بجد بجد انا بشغلها كل يوم هي الفواحه دي. فكره الفواحه، انا يمكن من الناس كمان اللي مش بميل قوي للحاجات العربي كتير، بحب الحاجات اللي فيها شويه فواكه، بحب الورود، بحب الفل والياسمين. الشمع ده يا جماعه ريحته قويه جدا، بيجي على اشكال مختلفه، وفي بنات كتير قوي دلوقتي كمان بدات تشتغل في موضوع الشمع ده. هايل. بتحطوا الشمعه من فوق بالشكل ده، وبتبدا الشمعيه اللي هي زي دي تحط من تحت، وبيعمل في البيت ريحه خطيره. حتى ممكن تحطيه في حته بعيده تلاقي الريحه وصلتك. جو حلو جدا، بيعمل دفى في البيت قوي، بيعمل نفس فكره الشمع اللي احنا بنحب نولعه، بس بتبقى معرفش ليه ريحته اقوى. انا بحبه جدا، وده يمكن من اكتر الحاجات اللي انا بقيت استخدمها. بولع بس في الويك اند البخور اللي هو زي ما فرجتكم عليه، وده دلوقتي بقى بيتباع في اماكن كتير جدا، وفي كمان بنات بقت عاملاه مشاريع، وبجد شجعوهم عشان ده مشروع تحفه وهتستفيدوا جدا منه في البيت. شايفاكم بقى انتوا بتكتبوا لي دينا ايه اكتر معطر بيخلي ريحه البيت لاطول فتره ممكنه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان مهما جبتوا اي معطرات ماركات براندات غاليين رخاص،
في الاخر ده معطر، هيجي وقت وهيجي روايح تانية تغطي عليه. بس انا اكتشفت فيه نوعين من المعطرات بيتحطوا على المفروشات بيخلوا ريحه المفروشات لاطول فتره ممكنه ريحتهم حلوه، وبرده لازم نحط منهم كل شويه. ده نوع من انواع الحاجات اللي برده نزلت جديد بالذات للمراتب والمفروشات، زي باودر كده بيكون تقريبا فيه كربوناته على عطر، بيكون ليه تركيبه معينه كده وبيترش على اي حاجه بالشكل ده. امن جدا على كل الحاجات بالذات المراتب. الناس اللي عندها مشكله مع المراتب انها تكون عامله ريحه، المراتب بتمتصه وفعلا ريحته بتكون حلوه جدا وبتثبت حبه حلوين يعني. نيجي بقى تاني للمعطرات اللي هي دي، يمكن دي مشكلتها اللي هي بتترش، مشكلتها شويه انها ممكن تكون بتعمل حساسيه لبعض الناس، بس برضو ممكن نرشها على المفروشات بتثبت على المفروشات، وفي روايح كتير في الخفيف وفي التقيل في كل الروايح دي. برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمها للمفروشات والسجاد. وعايزه اقول لكم على حاجه بقى، ممكن تحطوا كمان في المكنسه نفسها زي ما عملنا في فيديو تنظيف المكنسه، هفكركم بالتip دي. ممكن تحطوا في كيس المكنسه نفسه شويه فانيليا على شويه كربوناتو، بيخلي وانت بتمسحي بالمكنسه او بتنضفي بيها الريحه توصل للسجاد، ودي حاجات بتقعد فتره طويله. بس حطي دايما في دماغك انك لازم تواظبي على موضوع تعطير البيت، تواظبي على البخور، تواظبي على الكندل، عشان يفضل البيت على طول فيه ريحه، لان الريحه طبيعي لو عملتي بس شويه طبيخ في المطبخ كل الروائح دي هتروح. سواء بقى تستخدمي اي حاجه من الحاجات دي، بنصحك جدا يكون عندك الولاعه دي. الولاعه دي هايله لاي معطرات، سواء للبخور سواء للشمع، هايله جدا. وفي منها بيتملي غاز وفي منها بيتباع هي على طول بتولع زي الولاعه، وامنه جدا عن الكبريت، وامنه جدا انك تبوظي البوتاجاز بتقعدي تحطي البخور وينزل حاجات على البوتاجاز. انا بصراحه ريحتني كتير جدا. بلاش لو انتم شغالين شمع تنفخوا فيه هف كده، احسن حاجه للشمع ان احنا نغطيه بحاجه فهو يطفي لوحده. ده بيساعد ان الفتيل يفضل فتره طويله، بيساعد كمان ان الشمع يحافظ عليه اطول فتره ممكنه. التيب دي بسيطه جدا بس مهمه قوي. بس لو جربتي اي منتج من اللي انا اتكلمت عليهم ونفعك فعلا في البيت، اكتبي لي في الكومنتات. ولو في اي حاجه من اللي ما عجبتنيش انت بتستخدميها بطريقه صح، اكتبي لي برده في الكومنتات، يمكن نفيد بعض.